قرية الفرس قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وهي عبارة عن مزارع وتبعد عن مركز بلدة سلمى حوالي 1 كيلومتر. عدد سكانها حوالي 1000 شخص كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. هؤلاء أي أهل القرية أصولهم من سلمى وكبانة ومرج خوخة. يعمل سكانها بالزراعة ومن عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان وكيخية. لا أتحدث عن شيخان لأنها قبيلة معروفة وممتدة في كامل جغرافية غربي كردستان والكثير من المدن والبلدات السورية. أما موشان فهذا يعني بأن أهل القرية جاءوا أو أصولهم من مدينة ومنطقة موش الكردية الكردستانية، هي مدينة كردية كل أهلها كرد. أما كيخية كي أي هو الشخص ذو المكانة العالية، وخي متأتية من خو أي كي خو، مثل كي خسرو، بمعنى كيخية تعني إله الشمس أو رب الشمس. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، أن يعلموها لأولادهم، أن يسموا أولادهم بأسامي كردية. فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، علينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الفرس.